كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مرة ولد عسول اسمه زين، كان مش بيتغدى إلا مكرونة وبانيه، وماما تقول له يا زين جسمك محتاج طاقة، وزين يقول لها لا يا ماما مش بحب آكل غير المكرونة والبانيه. وفي مرة ماما حطت له طبق فيه خضار مع المكرونة والبانيه، زعل زين ووشه كشر وبقى متضايق ويقول لماما ايه الطبق ده يا ماما، انا مش بحب الخضار ده، انا مش هاكل غير المكرونه والبانيه. وفعلا اكلش الا المكرونه والبانيه وبقى سعيد جدا وهو بياكلهم. وفي يوم من الايام كان زين بيلعب مع اصحابه في المدرسه، وبيجري فجاه لقى نفسه تعب ومش قادر يجري زي اصحابه وما عندوش طاقه يكمل الجري. زعل مع نفسه قوي وروح البيت وعيط وقال لمامته يا ماما انا زعلان قوي يا ماما عشان ما قدرتش اجري واكمل جري مع اصحابي وتعبت بسرعه. ليه يا ماما؟ ليه مش بجري حلو زيهم واكمل زيهم يا ماما؟ انا زعلان انا زعلان. راحت ماما مطبطبة عليه وقالت له معلش يا زين، انت ده بيحصل ليه عشان انت جسمك ضعيف. ضعيف ليه يا ماما؟ ليه ما انا باكل الاكل يا ماما؟ قالت له لا، انت بتاكل اكل واحد ما بتغيروش، مكرونه وبانيه. ما ينفعش يا حبيبي، لازم تكون تاكل اكل متنوع. ايه هو الاكل المتنوع يا حبيبي؟ الخضروات الطازه والخضروات المطبوخه. الطازه زي خضار السلطه اللي هي الطماطم والجزر والخيار والفلفل الاخضر والفلفل الالوان والخس والجرجير والبقدونس، كل ديت بتنحط على السلطه. والخضروات المطبوخه اللي ما ينفعش ناكلها الا وهي مطبوخه تستوي على النار، زي البسله والسبانخ والكوسه والفاصوليا، ودول بيقووا العين بيخلي نظرك قوي. وكمان مش بتاكل الرز وهو البنزين اللي هيخلي الصاروخ يشتغل ويخليك تجري بسرعة بسرعة وتسبقهم كلهم. وكمان مش بتاكل اللحمة والفراخ والسمك، ودول بقى اللي بيبنوا عضلات جسمك ويخليك قوي وبيقووا الذاكرة جدا. السمك بيقوي الذاكرة وبيخليك أذكى واحد في الفصل. بعدها ماما قدمت طبق الرز والسمك والسلطة لزين، وزين سمع كلام مامته وأكلهم كلهم وانبسط جدا بطعمهم. وفي اليوم اللي بعده قدمت ماما له طبق الرز والخضار المطبوخ واللحمة. وفي اليوم اللي بعده ماما قدمت له طبق رز وخضار مطبوخ وفراخ. وفي ساعتها زين خد معلقة رز مع معلقة خضار وحتة فرخة، لقاهم طعمهم جميل جدا وقال يا ماما طعم الرز والخضار والفراخ مع بعض حلو قوي 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 يا ماما، وانا يا ماما هسمع كلامك على طول واكل كل الاكل اللي تحطيهولي واكل كل الخضروات واخد كل حاجة يا ماما عشان اكون قوي واقدر اجري واسبق صحابي. ومن يومها بقى زين شطور وعسول وبياكل كل الاكل اللي ماما بتقدمهوله، وبقى جسمه جميل وقوي وبقى جسمه فيه جيش كامل بيحميه. وتوتة توتة فرية الحدوتة. ونستفيد من الحكاية دي ايه يا حلوين؟ ان احنا لازم نسمع كلام ماما وناكل كل اللي تقدمه لنا، ونتعلم ان الاكل المتنوع هو اللي بيفيد الجسم وبيقوي الجسم وبيخليه أقوى جسم في الدنيا. ونقابلكم المرة الجاية مع حكاية جديدة من حكايات ماما تونا.